في جبل بعيد وسط الطبيعة كان في راعي غنم بسيط عايش مع بناته التلاتة. حياتهم كانت هادية وبسيطة، بيقضوا أيامهم في راعي الغنم وصناعة الجبنة وغزل الصوف. لكن الراعي كان مخبي سر كبير عن بناته. في يوم من الأيام والبنات مشغولين في شغلهم، الراعي خرج من الكوخ بهدوء ومشي بعيد لحد ما وصل لصندوق مدفون بين الصخور. فتحه بحرص وطلع منه كيس صغير وبص حواليه بتوتر، وبعدين فتح الكيس ببطء. عينه لمعت لما شاف اللي جواه أحجار كريمة ومجوهرات غالية. تنهد وقال لنفسه: يا صاحبي الأعمى، أنا حافظت على سرك كل السنين دي. فجأة سمع صوت وراه، اتلفت بسرعة لقى بنته الكبيرة واقفة وبتبصله بدهشة. إيه ده يا بابا؟ أنت مخبي إيه؟ ومين هو صديقك الأعمى؟ الراعي اتلخبط شوية وبعدين قال: خلاص يا بنتي، جه الوقت تعرفوا الحقيقة. هاتي اخواتك، دي حكاية لازم كلكم تسمعوها. قعدوا البنات حواليه بعيون مليانة فضول، وابتدى يحكي لهم: من سنين وانا برعى الغنم زي دلوقتي، وفي يوم شفت راجل أعمى ماشي تايه شايل صندوق، كان تعبان جدا. ساعدته قعدته يرتاح، وقال لي إنه كان تاجر مجوهرات وفقد بصره لما قطاع طرق هجموه، ومع آخر ما تبقى من ثروته ومش قادر يحميها. طلب مني أخبي الصندوق لحد ما يرجع ياخده، وعدته إني هحافظ على الأمانة. ومرت السنين ومحدش جه، لكن عمري ما فكرت آخد حاجة منه. البنات اتبصوا لبعض بدهشة. الصغيرة سألت: ليه ما قلتلناش قبل كده؟ الراعي قال: خفت الطمع يدخل قلوبكم. لكن في يوم الراعي كان بيرعى غنمه وظهر الراجل الأعمى علشان يسترد الأمانة. لما وصلوا لمكان الصندوق لقوه اختفى. الراعي اتصدم: ازاي؟ ده كان هنا طول الوقت. الراجل الأعمى اتعصب: انت سرقته. لا والله ما لمستوش. دوروا عليه وما لقوش حاجة، فالراجل راح للقاضي يشتكي. القاضي استمع للطرفين وقال للراعي: حتى لو صادق انت مدين له لحد ما ترد الأمانة. أمر بسجنه شهر وقال: لو ما لقيتش الصندوق هسجنك 7 سنين. البنات عرفوا اللي حصل وراحوا للراجل الأعمى علشان يسامحوا. الراجل قال: هسامحه بشرط تتجوز واحدة منكم. البنات اتصدموا ورفضوا. الكبيرة قالت: ازاي تتجوز واحدة ما تعرفهاش؟ ده شرطي الوحيد. رجعوا البيت زعلانين. الصغيرة رفضت تروح مع اخواتها تزور أبوها في السجن، وده خلى الشك يدخل قلبهم. يمكن هي اللي سرقت الصندوق؟ سألوها، قالت: ما عنديش حاجة أقولها. الكبيرة ردت: الأيام هتكشف الحقيقة. مرت الأيام واقترب الشهر يخلص ومفيش حل. الكبيرة قررت تضحي وتتجوز الراجل الأعمى علشان تخرج أبوها، لكن لما راحت تقوله رفض بشدة: مهما حصل ما تتجوزيش منه، ربنا هيفرجها. جاء يوم المحاكمة، الراعي حكى القصة للقاضي وقال إن اللي رواه قبل كده نص الحقيقة. حكى إزاي زمان فقد غنمه للذئاب، والراجل قبل ما يبقى أعمى ساعده واشتراله غنم جديد، وإنه ما قالش لبناته خجلاً علشان ما يتعودوش يمدوا إيديهم لحد. وبعدها الراجل سلمه الصندوق أمانة. القاضي اتأثر، لكن قال: من غير دليل ما أقدرش أبرئك. وهنا الراعي دعا ربنا: اللهم أنت وحدك الشاهد إني بريء. فجأة دخل شاب وسيم ماسك الصندوق، حطه قدام القاضي وقال: الراعي بريء والأمانة سليمة. القاضي سأله: أنت مين؟ أنا نعيم ابن الراجل الأعمى. ده أبوك؟ لا، ده عمي ناصح توأم أبويا ومش أعمى أصلا. نعيم حكى: أبويا مات من شهر، وقبل ما يموت قال لي أروح أسترد الأمانة من الراعي، لكن عمي سمع الكلام، طمع في الصندوق، حبسني في القصر وتنكر في شكل أبويا علشان يضغط على الراعي ويتجوز واحدة من بناته، ودفن الصندوق في حديقة القصر. واحد من الخدم شافه وطلعني، فجبت الصندوق وجيت على طول. القاضي أمر بالقبض على ناصح وحكم عليه بالسجن 10 سنين وبرأ الراعي. البنات فرحوا والراعي شكر نعيم. سأل بنته الصغيرة: ليه ما جيتيش تزوريني؟ قالت: ما قدرتش أشوفك في الوضع ده، كنت حزينة قوي. إخواتها اعتذروا ليها عن شكهم فيها وهي سامحتهم. رجعوا البيت ونعيم أهدى الراعي هدية تقدير. الراعي قال لبناته: اتعلمنا درس، ما نظنش في حد سوء من غير دليل.